كل شويه نسمع خناقه كروم احسن، لا سفاري احسن. انسى بقى كل الكلام ده وتعالى اوريك احدث متصفح من شات جي بي تي، والمتصفح ده اسمه اتلس. شوف بقى البرنامج ده فيه كام ميزه قويه. المتصفح مدعوم بالكامل بشات جي بي تي، يعني تقدر تعتبره معاك في كل صفحه بحث انت بتعملها. شايف اللي انت شايفه وبتعمله، ويقدر يشرح لك اي حاجه انت مش عارفها، ويقدم لك اقتراحات، ويرشح لك تفضيلات حسب بحثك. وكمان يقدر يترجم لك اي فيديو ويدي لك ملخص ليه من غير ما تخرج من الصفحه اللي انت فاتحها دلوقتي. كمان تقدر تختار نص وتخلي شات جي بي تي يغير صياغته او يترجمه او يعدله من غير ما تخرج من الصفحه بتاعتك برضه. غير طبعا الايجنت مود اللي فيه بتديه مجموعه اوامر، وهو بيبحث ويفلتر وينفذ خطوات بمجرد امر واحد منك بس. انت كمان ممكن تساله عن صفحه او معلومه كنت بحثت عنها من فتره، وهو يقدر يفتكرها ويرجعها لك تاني. بس الخبر الوحش انه متوفر حاليا لاجهزه الماك، ولازم تكون مشترك في خطه مدفوعه. استنى بس، هو انت فاكرني هسيبك كده؟ انا شايل لك المفاجاه في الاخر. فاكر متصفح شركه بارابلكستي المدفوع؟ دلوقتي الشركه اطلقت رسميا متصفحها كوميت المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجانا تماما ولكل دول العالم، بعد ما كان حصري بس لمشتركين باقة ماكس. البرنامج بيوفر لك أدوات ذكية للتلخيص وتنظيم المشاريع والمساعدة في التسوق والسفر والرياضة وغيرها من حاجات كتير. جرب المتصفح الجديد دلوقتي، ممكن تكتب لي كود بس وانا هبعت لك لينك جاهز لو مش عارف توصل للبرنامج. جرب دلوقتي وادعي لي، وما تنساش برضو اللايك والفولو.